لسه معديه من شويه من قدام فرع من فروع ماكدونالدز. الفرع ده حيوي جدا، انا تقريبا بعدي عليه كل يوم، بيبقى زحمه جدا. الفرع فاضي تماما، ما فيهوش اي حد للامانه يعني. فموضوع المقاطعه على ما اعتقد ابتدى يشتغل، وابتدت الناس انها تقاطع فعلا. انا عايزه اتكلم بقى معاكم في موضوع المقاطعه ده من شقين. الشق الاولاني وهو البيان اللي نزلوه ماكدونالدز، وبصراحه البيان يعني مستفز جدا. هيخلي اللي ما كانش ناوي يقاطع هيقاطع، لان هو حتى ما حددش هو ناوي يعمل ايه، وهل هيحذو حذو ماكدونالدز بتاع اسرائيل، وهل لو عمل كده الشركه الام هتوافق ولا لا. لان هو بيقول لك انا شركه مملوكه مصريه 100%، وكلنا عارفين يعني ايه فرانشايز. المهم الشق التاني بقى اللي بتكلم فيه، الا وهو المصريين اللطاف اللي قالوا ان احنا بنطلب اوردرات دلوقتي من ماكدونالدز بمبالغ كبيره، واول ما الاوردر بيجي ان احنا بنقفل التليفونات وما بنستلمهاش. حضرتك دي مش شطاره، ومش حاجه حلوه، ومش من الانسانيه ولا من المروءه ان حضرتك تعمل حاجه زي كده، لان اللي جاي ده مصري زيه زي حضرتك بالظبط. فما ينفعش خالص ان انت تعمل كده. وانا كمان ما اعرفش بصراحه يعني هل فعلا حقيقة ان لما بيرجع الحد اللي بيوصل، يعني لما بيرجع تاني بالاوردر هو اللي بيتحمل الفلوس ولا لا؟ انا ما اعرفهاش. بس حتى لو ما بيتحملهاش، هو حضرتك يعني قطع مشوار وده شغله، فهو لو مش قادر زي حضرتك ان هو يقاطع، فلان ده مصدر رزقه الوحيد اللي لسه مش لاقي له بديل، لان عنده التزامات وعنده ناس واسره مسؤوله منه. فما ينفعش ولا شطاره ولا حلاوه ولا بطوله ان انت كده بتكون بتدعم القضيه بالطريقه دي. دي حاجه. الحاجة التانية، لو عايزين نعمل أعمال بطولية، في حاجة مهمة جدا دلوقتي. لو كلنا دخلنا على جوجل سواء بالعربي أو بالإنجليش وكتبنا القدس، هنلاقي مكتوب عليها القدس عاصمة إسرائيل. فمطلوب من حضرتك أو من حضرتك أي حد بيسمع الفيديو ده، ممكن لو سمحتم اول ما تدخلوا على جوجل وتكتبوا القدس ويطلع لك عاصمه اسرائيل، بتتك على الثلاث نقط اللي موجودين جنب المعلومه دي، وتعمل سند فيدباك او ارسال تحديث على ما اعتقد. هيطلع لك بوكس كده تكتب فيه عاصمه القدس عاصمه فلسطين، وبتعمل سند او ارسال على حسب اللغه اللي انت مختارها. وبعد كده بيجي لك مسج على الميل بتاعك وبيقول لك ان تم اخذ يعني التحديث، وهيتم دراسته، ولو صح هيتم التعديل. فاحنا لو كلنا عملنا كده وعدد كبير عمل كده، فممكن يحصل للتعديل ده انك تتكتب القدس عاصمه فلسطين. حاجة بقى كمان للناس اللي هم بيتعاملوا بشكل محايد مع القضية. الناس اللي ماسكين موبايلات في ايديهم 24 ساعة، قاعدين بيشيروا كوميكس، قاعدين بيشيروا صورهم، قاعدين بيشيروا انجازاتهم، وقاعدين مش مدين للقضية اي اهمية. انا مش بحكم على حد ولا ليه ان انا احكم على حد، بس انا بس عايزة اقول لحضرتك او عايزة اقول لحضرتك ان الموضوع مش محايد تماما. ده مش ماتش كورة ولا ده رأي سياسي انت مش عارف الحقيقة فين فبتلتزم الصمت او بتلتزم المحايدة. دي قضية من حضرتك، المفروض مطالب منك ان انت تدعم اخوك الفلسطيني اللي موجود هناك تحت القصف والضرب، وبيتضرب بدون اي اسلحة ومش عارف يدافع عن نفسه. فلسطين الفترة دي مقطوع عنها النت والكهرباء والغاز وكل حاجة. فلو ما كنتش انت صوتهم، هم مش هيعرفوا يكملوا، ومش هنقدر نوصل للناس او للعالم الحقيقة اللي بتحصل. كلنا عارفين حقيقة فلسطين وإسرائيل وإيه الصراع اللي ما بينهم. مش مطلوب منك أكتر من إن أنت تدافع عن القضية أو تبلغ أي حد عن القضية الحقيقية. مش يعني انا بتكلم على ان في ناس عندها تحفظ عن بعض المنظمات السياسيه اللي موجوده هناك. احنا ما بنتكلمش عن كده خالص، احنا بنتكلم دلوقتي عن اخواتنا اللي هناك اللي مش عارفين يدافعوا عن نفسهم، ما عندهمش الامدادات الكفايه، وشبه بيتدمروا حرفيا. حاجه كمان، ما ننساش ان المسجد الاقصى هو اولى القبلتين، وفي حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم: من صلى في بيت المقدس غفرت ذنوبه كلها. فيا رب ربنا يكتبها لنا يا رب ان فلسطين تتحرر ونروح ان شاء الله نصلي هناك، والصلاه هناك ب 500 صلاه. حاجة بقى أخيرة لكل الناس اللي هم زيي وبيتأثروا جامد وبيتعبوا جامد من متابعة الأحداث. ممكن على فكرة مش لازم تتفرج، في فعلا فيديوهات قاسية ومتعبة جدا جدا جدا. في ناس تعبت، في ناس دخلت المستشفيات. على فكرة ده مش هزار، ده في انا فعلا يعني انا واحدة من الناس، وفي ناس كتير جدا بتتأثر بالأحداث دي مش بيعرفوا ان هم يتفرجوا عليها. فانت ممكن تعزل نفسك تماما، ممكن ما تتفرجش فعلا. بس ما تبطلش دعاء، ما تبطلش ان انت تتكلم عن القضية دي على قد ما تقدر، وخليك واثق قوي
في قدرة ربنا سبحانه وتعالى ان هو يقدر يظهر الحق، وان شاء الله بإذن الله مهما طالت الأيام فلسطين هتنتصر وهتتحرر، وهنروح ان شاء الله كلنا بإذن الله.